كان عندي مشكلة زمان ومعرفتش ان انا عندي المشكلة دي الا لما اتخرجت. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. مترددة جدا ان انا اعمل الفيديو ده، ولكن قلت ان انا اعمله علشان لو حد كان زيي يحاول ان هو يغير او يعيد تفكيره. بصوا، انا اصلا نظرتي زمان لاي حاجة، لاي شخص او لاي فرصة كانت يا اما ده شخص كويس او دي فرصة كويسة او دي حاجة مش حلوة فمش هتعامل معاها. طبعا في الكليه يعني لو كان شخص مثلا انت شايفه مش احسن حاجه فانت كده كده مش هتتعامل معاه، لان انت مش مجبر تتعامل معاه اصلا. كلام حتى في الفرص، لا دي فرصه حلوه، لكن انا ما كنتش باخد بالي بقى او ما كانتش نظرتي اللي هو طب الفرصه دي حلوه، هل مثلا في عواقب مثلا ممكن تاخد من وقتي، ممكن ده كان وقت امتحانات فممكن يعني تأثر على حاجات كتيره. لا انا كنت ببص للحاجه ان هي دي فرصه حلوه جدا وانا هدخلها من غير اي تفكير، يا اما مثلا دي فرصة مش حلوة فانا مش هفكر فيها اصلا. بعد بقى ما اتخرجت ونزلت بقى الشغل، فكنت بقى ايه اللي هو احنا ده مكان وهنتعامل فيه مع الناس كلها. فانا كان نفس المشكلة ان انا ببص يا اما حلو يا اما وحش. كانت الحتة بالنسبة لي لو حد مثلا ما كنتش شايفاه احسن حاجة فما كنتش بتعامل معاه، فكان الشغل مش بيمشي بالطريقة اللي احنا عايزينها او الطريقة المفروض تكون فيها، او الشخص بيتعامل مش كويس فانا هتعامل كمان كده. والشغل بقى بيضيع خالص. فرحت اكتر من مكان في نفس يعني الشركة، لان انا كنت فاكرة انه العيب من الاشخاص مش عيب مني. فمرة كنت بمشي وبقول ان ده في مشكلة في المكان ده او في مشكلة مع كام شخص في المكان، ولكن بعد ما رحت اكتر من شغل عرفت انه انا المشكله فيا. مش عيب خالص ان احنا نحس نفسنا ان احنا اللي غلط فينا او المشكله فينا، لان ده بحس انه ده نضج 100%. انا المشكله فيا، وانه مفيش اي حاجه هتبقى حلوه 100% ولا حاجه وحشه 100%. مفيش اي وظيفه كلها مزايا ومفيش اي وظيفه كلها وحشه. مفيش اي شخص كله مزايا، هو شخص كله عيوب. مفيش حد كامل الا ربنا، فكل واحد فيه مميزات وفيه عيوب، بس احنا اللي بنختار نبصله باي طريقه. احنا اللي بنختار نبص للمكان اللي بنشتغل فيه باي طريقه. هل نبص له بطريقه سوداويه كله سوداوي، ولا هنبص له بطريقه يعني حلوه قوي؟ فمفيش حد هيكون زيك بالظبط، ومفيش حد هيكون نفس طباعك. وعشان اكون بمارس الحاجه دي اكتر بدات ان انا اكتب الحاجه مثلا انا بقارن فيها، اكتب المزايا بتاعتها واكتب العيوب، وهل المزايا دي هتفيدني، وهل العيوب بتاعت المكان ده يعني هل اعرف اتحملها ولا لا. بالنسبه للمزايا كمان في الاشخاص مثلا اللي انا بتعامل معاها، مش في الشغل، يعني في الشغل كده كده لازم نتعامل مع الناس كلها ولازم نتقبل الناس كلها، حتى الشخص اللي احنا هنبتدي ان احنا يعني نرتبط بيه بعدين. لازم ان احنا نكتب المزايا والعيوب. هل العيوب دي هعرف اتحملها؟ هل مثلا الحاجات دي ممكن اعرف اعملها كنترول ان انا اعرف ان انا اتعايش معاها، ولا هل ده صعب ان انا اتعايش معاه؟ مش هينفع ان احنا نبص للحاجه 100% ان هو ده تمام ونمحي من دماغنا انه ممكن يكون في عيوب انا ما اعرفش اتحملها. قعدت فتره طبعا في البيت، وبعدين بقى بدات ان انا ادور على شغل، فجات لي وظيفتين. الحقيقه لو كانت نظرتي زي زمان كنت طبعا هختار فرصه، يعني عمري ما كنت هبص لفرصه تانية حتى. ولكن بعد ما انا بدات ان انا اطبق ده في حياتي، وان انا اشوف كل حاجه مزاياها وعيوبها بالنسبه لي، وايه الحاجه اللي هتكون مناسبه ليا في الفتره دي، والحاجه اللي حتى مزاياها مش هتكون مناسبه ليا الفتره دي، فاخترت الحاجه التانية. دي كانت الحاجه اللي انا كنت عايزه اشارككم فيها، وعايزه اقول لكم انه كلنا فعلا في الدنيا دي بنتعلم. هل انتوا قبل كده حسيتوا ان انتوا كانت نظرتكم لحاجه معينه غلط وبعد كده بدات ان هي تتصلح؟ فشاركونا في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.